يلا بقى واحده شيبسرو، وهي دي اللي بقول لك عليها. بص عدى وخلاص، راح حطها يا راجل، والجون الاول من حركه الشيبسرو. ادي الماتش. في فيديو النهارده نغير خطتنا ونغير اسلوب لعبنا خالص، ونلعب باسلوب جديد وهو الثرو لوب، فهنجربه مع بعض في حلقتنا النهارده. بس في الاول حابب اقول لك ان احنا عاملين بطوله شهر 11، وان شاء الله هيكون في بطولات كتير في خلال الشهر ده، وطبعا الفايز هيكون ليه مفاجاه، وطبعا التفاصيل كلها هسيبها لك تحت موجوده في الوصف. فانضم معانا في البطوله وكن اول الفائزين، ويلا بينا ندخل على طول على حلقتنا النهارده. طيب يا رجاله، تعالوا اقول لكم بقى ازاي هنلعب بخطه الثرو لوب. بصوا يا شباب، احنا الاول هنعمل ايه؟ هنغير المدرب ونجيب مدرب ثرو لوب. مين بقى ثرو لوب؟ فابيو كابيلو. تعالى يا فابيو، انت الناس كلها بتقول عليك انت النجم الثرو لوب. طيب عشان نضم بقى ونعمل اللينك اب، فهنختار اللي قدام ده طبعا لازم يكون سريع، لازم يكون سريع معانا، وده طبعا لازم نخليه دي ام اف، مع ان انا ما بحبش العب بالدي ام اف، بس هعمل ايه؟ لازم اخليه دي ام اف. طيب دلوقتي عملنا ده دي ام اف، وده كمان هنربطه معاه لينك اب. فعلنا خاصيه الثرو لوب يا رجاله، وده افضل مدرب ثرو لوب. تمام. هقول لك ملحوظه بس على السريع كده عشان تكون عارف، اي مدرب بيكون ليه لينك اب ليك مره او مرتين هتعدي، يعني هتعدي اللينك اب بتاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان فابيو كابيلو طبعا عنده اللينك اب بتاعه عباره عن ثرو لوب، يعني لعبه اللي هي الكرات الطويله. تمام. في مدربين تانيين بيلعبوا عرضيات، يعني بتربط ال ام مع ده وتلعب عرضيات، فلو عملت بيه عرضيه هتدخل جون، يعني هتدخل جون ليك مره او مرتين في الماتش كله. فخاصيه اللينك اب دي اللعبه مظبطاها عنها لازم تعدي في الماتش مره او مرتين. تمام. فتعالوا كده نعد مع بعض كم مره هتعدي الثرو لوب بالخطه اللي انتوا شايفينها دي. طب يا رجاله، احنا في الديفيجن يعني نزلنا كتير، فتعالوا نعوض بقى ونوصل الى الطبات. فيلا بينا مع بعض ونبدا اول ماتش، وهنقضيه بقى شويه ثرو لوب. فيا ترى الاداء هيكون عامل ازاي؟ فهنتفرج واحده واحده مع بعض. عاوزك تركز معايا ويلا بينا، وما تنساش اللايك بتاعك اللي بيشجعني. طيب يا رجالتنا، هنشوف التشكيلات دلوقتي. بالنسبه لتشكيلتنا احنا معروفه تشكيله المنافس، بيلعب ب 4 1 2 3 وبيلعب ببيكن باور. يلا بينا ندخل مباراه ونشوف كده هنعمل ايه. توقعاتك للنتيجه قبل ما تبدا المباراه؟ يلا بينا. ويلا يا رجاله هنبدا اول مباراه، واللمسه وقدام، وعاوزين بقى حته شويه ثرو لوب بقى. تعال على طول، وثرو ولمسه حلوه. يلا بقى واحده شيب ثرو، وهي دي اللي بقول لك عليها. بص عدى وخلاص، راح حطها يا راجل، والجون الاول من حركه الشيب ثرو. ادي الماتش. هو ده اللعب. قايل لك هتعدي واحده يعني هتعدي واحده. والكره جت لمين؟ وبيرمي ثرو حلوه. واحده كمان، ده جت لكريستيانو المره دي. اتحرك بيه خطوتين لا مش لده يا مايسترو، مش لده يا مايسترو. يلا يا مايسترو ودي. لا يا عم مش لده برضو. ما عاوزين نلعب بواحد بس هجوم يا جدعان بعد كده. المايسترو تاني، ودي هناك فاضي خالص. حلوة. هو ناسي ان احنا بنلعب بطريقة تانية. وكريستيانو، حط يا كريستيانو. والجون التاني معانا كذا طريقة، يعني معاك رفعة شغال، معاك شيب ثرو شغال، فهو الراجل مش هيعرف يقفل عليك. واحدة تانية، بص الحتة دي انفراد وجون. الجون بيقول لك هعمل ايه ده يا جدعان؟ ادي اللعب. الراجل المفروض هينسحب. كل شيب ثرو بانفراد، هو الراجل ده بيعمل ايه؟ 3-0 في الشوط الاول ولسه ما بدأناش. وحلوة. بص دي يا نهار ابيض. وطبعا دي احصائيات الشوط الاول. لعبنا كام رفعه؟ هم 3 شوط ب3 اجوان. طبعا احصائيات قويه جدا، مش محتاجه كلام. يلا يا رجاله ندخل في الشوط الثاني، والدقيقه 56. وادي اللمسه، هات يا نيمار. عرضه قويه، وكره فين؟ امسك يا جدع. يلا الكره مع نيمار، ولمسه من نيمار قدام، وارجع اديله قدام. هو مش عارف يعمل ايه. ومعانا رفعه تانية عادي شغال برضو. حط يا راجل، يعني تجيب من اليمين شغال ومن الشمال شغال. وادي الجون الرابع. الراجل هينسحب طبعا، اكيد انسحب.
ده عمل شرطتين اتاك الراجل، خلاص بقى ايه، فقد الامل يعني. إيه؟ انفراد نيمار ومعانا برضو، ادياله حلوه وهيعدم الجون خلاص. ده انت بص، قطع الشبكه قطع الشبكه يا راجل. طبعا يا جماعه في النهايه بعد المباراه يعني بعتقد انت شفت اسلوب اللعب بالثرو لوب ده يخلي اي حد يخرج من المباراه. كسبنا 5-0. فقول لي رايك في الكومنت، وما تنساش تشترك معانا في البطوله، واسيب لك الرابط اسفل الفيديو.